لا 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 لا، أخلي مسؤوليتي من هذه الجملة. العالم كله يتبعك، أنا ما حد يتبعني ولا أريد أحد يتبعني، ولا أتبع حد. هذه فيها مسؤولية كبيرة. احنا نتبادل أطراف الحديث ونتشارك الآراء في مواضيع مختلفة، لكن غير مطلوب من أي أحد أن يتبع أي أحد. أنت تتبع قلبك فقط. أما فكرة أنه أريد ناس تتبعني، فهذه أعتقد لا يطلبها إلا من يعني أراد طريقا محفوف بالمخاطر. لا تتخيلون أصدقائي أنه يعني الفكرة الرائجة الآن أنه يكون عندي فولورز كثير، أنه الناس تتابعني كثير، أنه أريد أصير مشهور، أريد الناس تسمعني ويقتنعون بآرائي. هذه فكرة ترى يعني صحيح أنها منتشرة الآن وهواية ناس يسعوا لها، لكنها خطرة جدا ومتعبة جدا، وتضع الإنسان تحت يعني سقف مسؤوليات ما لا داعي. قبل كم يوم كنت أسمع كاظم الساهر، فكانت تسأل المذيعة تقول له شنو رأيك بكورونا والماسك هذا اللي خنقنا؟ فقال لها الماسك كورونا هذه نعمة من رب العالمين. فقلت له أوف. قالها أنت ما تتخيلين أني لما أحط الماسك وألبس النظارة وأحط الشفقة على راسي وأطلع حر في الأسواق بين الناس، ما حد يعرفني، ما حد يريد يتصور وياي، ما حد يقول هذا كاظم الساهر اركضوا حوله. فشوفوا هو عبر يعني بطريقة بسيطة جدا عن فكرة جدا مهمة، انه الانسان ماكو داعي يكون مشهور، ماكو داعي يريد فولورز، ماكو داعي انه كل الناس تعرفه. الانسان كل ما كان بسيط يؤدي واجبه، يقول ضميره، لا يريد حد يقنع حد، ولا يريد أحد يتابعه، ولا يريد أحد يسوي مثله، ولا يريد يكون قدوة أحد أصلا. مفهوم القدوة مفهوم جدا متعب. يعني من يقولون أني لازم أكون قدوة، لا، منو قال؟ لا، أنا ما أريد أصير قدوة. أنا أريد أعيش حياتي مثل ما تناسبني. انه اني اكون قدوة معناها حطيت نفسي في اكبر اطار في العالم. اكون قدوة يعني خلاص حطوك انت في خانة المثالي، ما تغلط، لازم ماشي صح كله، لازم كلامك بالميزان، لازم خطوتك بالميزان. لكن من يقول هذا الوضع يناسبني؟ يعني هذه مفهوم اني اكون قدوة لاحد. شوفوا كيف كانت يعني سبحان الله. اعتقد في صف متى بلش، يعني في صف الرابع ابتدائي اني، واستحدث مفهوم القدوة في المدارس. قاموا يسوون انتخابات وينتخبون قدوة بالصف. القدوة يعني انه شاطر متعاون، الطلاب يحبوه. فاني كنت كل سنة اطلع قدوة وفرحانة بنفسي، كل سنة اطلع قدوة وجدا فرحانة بنفسي. بس بعدين من كبرت وافتهمت القصة، عرفت انه اني ما اريد اصير قدوة. اني ابدا ما اريد اصير قدوة. اني اريد اعيش حياتي على قدي بما يناسبني ويناسب مرحلتي. أنا يمكن اليوم يناسبني أحكي بطريقة معينة، بعد شهرين ما يناسبني أحكي بنفس الطريقة، يمكن تغيرت، يمكن اتطورت، يمكن تأخرت، يمكن تراجعت. مو شرط دائما أتطور، يعني الإنسان صاعد نازل. فأني أريد ما يناسب مرحلتي، ما أريد أكون الفارس المغوار ولا الصورة المثالية أو القدوة اللي يتبعونها الناس. فحتى أنتم من تتعاملون ويا أولادكم
لا تقولوا لهم حبيبي انت ابني الكبير ولازم تكون هيك مؤدب وحباب وشاطر حتى اخوك يشوفك ويسوي مثلك. لا تحطون في هالخانة هذه. ارجوكم خلوا كل واحد يعيش تجربته ويعيش قصته بما تشبهه، واعطوا نفسكم البيرميشن، اعطوا نفسكم البيرميشن انه يعني تعيشون تجربتكم بما يناسب هذه التجربة.